هو ينفع يجي علينا شهر رمضان وما بقاش القمر ده معانا على سفرة رمضان؟ أكيد طبعا ما ينفعش، بس صدقوني مش أي حد يعرف يطلع اللون ده. كملي بقى معايا الفيديو النهاردة عشان تعرفي كل أسرار وتركات الترشي. بس لو أول مرة تشوفيني بقى، أنا ميادة ودي قناتي، أتمنى تنوريني وتدعميني بالاشتراك علشان يوصلك كل جديد. أول حاجة أنا جبت الخضار بتاعي وغسلته كويس جدا، نضفته كذا مرة من اي شوائب او اي حاجه تكون فيه. جبت هنا طبعا خيار، وجبت فلفل اللي هو الاسكندراني ده، وجبت جزر، وجبت لفت، وجبت كمان معايا قرنبيط. بس القرنبيط هقول لكم انا عملته فيه ايه. جبت هنا وغسلته كويس قوي من اي شوائب او اي رمل فيه، تغسليه كذا مره. وبعد كده جبت حله، حطيت فيها ميه مغليه، حطيتها على النار ونزلت فيها بربع معلقه صغيره من الكمون، ونزلت عليها بقى بالقرنبيط. سقطته في الميه وشيلته على طول، ما سبتوش خالص في الميه. انتوا فاهميني ليه بقى انا عملت الحركه دي؟ لان لو حطيت القرنبيط زي ما هو كده بيغير طعم المخلل وبيخلي ريحته كمان مش حلوه، فيا ريت ما تستغنيش عن الخطوه دي. هبدا بقى اقطع الخيار زي ما انتوا شايفين كده، تقدري تقطعيه حلقات، تقدري تقطعيه صوابع طويله، براحتك بقى، دي حاجه ترجع لك انت موضوع التقطيع ده. بس حاولي ما تقطعهوش رفيع، قطعيه بنفس الحجم ده والسمك كده كده. هنا بقى يوسف ابني كان بيقطع معايا، بس طبعا انا خفت عليه من السكينه، ما حبيتش طبعا ان هو يقطع معايا. ده الحشر معايا في المطبخ في اي حاجه. تعالوا بقى اقول لكم اللي حصل لي في اللفت. انا جبت اللفت زي ما هو كده تمام، بصوا ناشف جدا والله، ناشف. انا بعرف انقي اللفت كويس قوي. دايما لما باجي انقيه ما بجيبش طبعا الطريه، جبت الناشف عادي خالص زي المعتاد. لقيته من جوه سفنج، حرفيا سفنج. طلع مش قادره اقول لكم بايظ بقى ولا شايخ ولا ايه بالظبط، انا ما اعرفش. طبعا انا ما استخدمتوش، لانه لو حطيته بالشكل ده اولا هيبقى طري جدا في المخلل، وهيشرب ميه كتير، وهيبوظ لي كمان الترشي. فانا بصراحه استبعدته تماما، ما حطيتوش. اللي يعرف بقى يقول لي في التعليقات، هو فعلا كده موسم الليفت انتهى خلاص يعني ولا ايه؟ ولا مثلا اجيب واخلي التاني؟ انا ما اعرفش بصراحه. هنا بقى كمان الجزر جبته بالطريقة دي وقطعته حلقات، وجزء تاني قطعته صوابع زي ما انتوا شايفين كده، قطعت الحجم ده كده، ما يبقاش تخين أوي ولا رفيع. وجبت طبعا الفلفل الاسكندراني ده، قطعته بالشكل ده، بيبقى طعمه حلو جدا جدا في المخلل، بيبقى مسكر وتحفة، بس يبقاش سبايسي. ده بقى السبايسي، هحط برضو جزء سبايسي كده، بس انا ما بفتحوش، بسيبه مقفول زي ما هو كده. هنا كده خلاص الخضار بتاعنا كله بقى جاهز. هشيل بقى طبعا اللفت اللي موجود ده، حطيته طبعا كله على بعض. تعالوا بقى نعمل الخلطة بقى او الدقة اللي هتنقل الترش في حتة تانية. جبت الفلفل الاحمر السبايسي، قطعته زي ما هو كده بالبذر، واخده بقى اضربه في الخلاط، وهحط عليه نص كوباية من المية، بس انا مش هضربه جامد، انا عايزاه يبقى فيه قطع كده يعني، ضربتين تلاتة زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ انزل هنا بقى بمعلقة ونص كبار من حبة البركة، واقلبهم كده مع الترشي. ومعايا هنا بقى المحلول الملحي، معايا هنا 2 لتر من المية، هنزل عليهم ب8 معالق من الملح. يبقى كل لتر بياخد 4 معالق كبار من الملح. لو عايزه تحطي معلقتين سكر حطي، بس انا ما بحطش، وبصراحه بيفضل مقرمش معايا. ونزلت كمان بنص كوبايه من الخل، هقلبهم كويس كده. هنا كده المحلول الملحي معانا بقى جاهز. تعالوا بقى هنجيب بقى الترشي، ونبدأ نحطه بقى في البرطمان بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى رصيت الكمية كلها، وشوية بقى المية اللي تحت دول اوعي تستغني عنهم، لازم تحطيهم قبل مية المحلول. جبت هنا بقى المية اللي احنا عملناها مع بعض بالملح والخل، هبدأ بقى احطها في البرطمان زي ما انتوا شايفين كده، واديله هزة كده علشان كله بقى يتجانس مع بعضه. انا ما بحطلوش زيت، الترش ده ما بحطلوش زيت من فوق، لكن مثلا الليمون الزيتون بحطله زيت، اما اللي هو المشكل ده بصراحة انا ما بحطلوش. هجيب هنا كيس تلاجة، واغطي بقى البرطمان من فوق واقفله كويس قوي. انا عايزاه تقفليه كويس قوي عشان ما يدخلوش اي هوا. وهركنه بقى على جنب بقى كده لمدة حوالي اسبوع بالظبط، يعني مش هياخد معانا اكتر من اسبوع، لان الجزر بيبقى فيه نسبة سكر. مش هقولك تاكليه تاني يوم ولا تالت يوم، لا، هو اسبوع علشان يبقى مظبوط معانا ويبقى طعمه حلو. بصوا بقى اللون والجمال، مش قادره اقول لكم بقى والله، ريحته بقى ريحته رهيبه. بجد انا عايزاكم تجربوا الطريقه دي والوصفه دي، وانا واثقه ومتاكده ان هي تعجبكم. واستنوني الفيديو الجاي ان شاء الله، هعمل معاكم المكدوس بتاع الليمون، هعمله بطريقه حلوه جدا، ولا عمرك هتفكري تشتريه من بره تاني.
ما تنسوش بقى تكتبوا كومنت حلو كده زيكم وتقولوا لي وصفة النهاردة عجبتكم ولا لأ. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تشتركوا في صفحتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.